واحد مرة اجاه ولد حمله ورقد فيه على الجامع. الولد سخن لساعته جاي من بطن امه تازة. قال له للشيخ، قال له سيدي هلا ولدت عيالي، حممته بسرعة وجايب لك اياه مشان تدلني وتقول لي شلون بدي ربيه. قال له تأخرت. قال له يا سيدي هلا ولد. قال له تأخرت، كان لازم تسألني عن امه اول، قبل ما تسألني عن الولد جبت الولد، اسألني عن امه. فالام هي الاساس. لما اتزوج بنت صالحة، اي نعم، فهالام هي بالنسبة إلى ساعتها بتربي الاولاد تربية صالحة. اما اذا كان الام اخترتها بس مشان جمالها، بس مشان اواعيها، مشان الموضة تبعها، بس مشان اي نعم انه والله معها مادة او كذا، لا، هلا هيك ما بيمشي الحال. الام اهم شيء. وتخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، وفي رواية فإن العرق نزاع، يعني الولد بياخذ نخواله أحيانا. فإذا كانوا أخواله تعبانين سيئين، منين رح تترجى بالأولاد إنه يطلعوا الأولاد صالحين؟ فكان إيه نعم أبوه لصلاح الدين الأيوبي كان يدور على المرأة الصالحة حتى اجتمع فيها، فقال بأنه بدي ولد يخرج مجاهد من صلبي يفتح بيت المقدس، وجاب ولده فتح بيت المقدس. لكن على ايش اعتمد؟ اعتمد على الام الصالحة مشان تنشئ ولد صالح. هلا نحن ما لنا ببيوتنا، يا هل ترى زوجتك بتقول له لابنك اي نعم قوم صلي الظهر، قوم صلي العصر، صليت يا امي لما ما صليت، بتفيقوا على صلاة الصبح لما ما بتفيقوا؟ هذا الامر عائد للام، هي المدرسة اللي ايش؟ لو ما في عندها خلفية اسلامية ما بيمشي الحال. انت اب لك مسؤوليات، لك مسؤولية بأنه طعمي ابنك حلال. الولد عم يأكل حلال وطالع قلبه أعمى، فإذا أكل حرام شلون بده يطلع معناتها؟ فقد ما إيش درت بالك على الولد، إذا بتطعميه حلال فسبحان الله إيش يعني بيتم ملتزم دينيا.